بيبي ميكس. اللي تصورتك اهو. الفانة الفانة كمي الفانة حبيبي. امسك العصير. نزلوا برضه البسين، استمتعوا بيه لآخر يوم. قاعدة باكل ده اهو، وساعة كده ان شاء الله نتكل على الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا عارفه ان انا مقصره معاكم، وخاصه ان انا وعدتكم الفتره اللي فاتت ان انا هبتدي انتظم في تنزيل الفيديوهات، لكن للاسف حصلت لي ظروف تانية ما قدرتش ان انا انتظم في تنزيل الفيديوهات. بس بقى ايه، حبيت ان انا اسجل الفويس ده على الفيديو عشان ارد على الناس اللي كانت بتكتب لي في الكومنتات او بتدخلي على الخاص وبتقول لي هو انتي في مرسى مطروح في الشتاء؟ لا يا جماعه، انتوا مش متابعين كويس للكلام اللي بقوله جوه الفيديوهات. الفيديوهات دي متصوره من شهر 9 اللي فات تقريبا. بس انا كان عندي ظروف فما كنتش بقدر ان انا امنتج الفيديوهات، والتليفون كان عليه مشكلة في الشاشة بتاعته. المهم فما كنتش بنزل الفيديوهات بانتظام، وقلت لكم ان انا هنزل الفيديوهات بترتيب تصويرها تمام لحد لما نوصل للأحداث الحالية يعني. فمعلش انا بعتذر لكم، هو كده كده ده اخر فيديو من فيديوهات مرسى مطروح. كده كده انا كنت بسجل لكم المقطع ده وشكلي فيه حزين عشان خاطر كنت بحضر مفاجأة الفيديو اللي فات زي ما انتوا شفتوا، كنت منهيينه ان احنا اجرنا شقة عشان خاطر كنا هنكمل فيها المصيف بتاعنا مع جروب كده من جماعة قرايبنا، بس حصلش نصيب وما قدروش يجوا. فللأسف كل الخطط لمرسى مطروح اتدمرت حرفيا، لان احنا كنا رايحين هنقعد في الفندق زي فترة انتقالية كده، ان احنا ندور على شقة قبل ما الجروب اللي هينضم لنا يجي، وكانت هتبدأ بقى الفسحة الفعلية بتاعتنا ونروح الشواطئ بتاعت مرسى مطروح. لان مرسى مطروح يا جماعة شواطئ، انا لو عايزة اروح فنادق طب ما انا على طول بروح شرم وبروح الغردقة، وافخم الفنادق وارخص من الفندق اللي انا فيه في مرسى مطروح. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ما قدروش يجوا فالسفرية بتاعتنا اتقطعت، فاضطرينا ان احنا بقى ايه نقطع السفرية ونرجع. بس بقى الحمد لله رب ضارة نافعة، اخر يوم قدرنا ان احنا نروح فيه شواطئ من اجمل الشواطئ اللي شفتها في حياتي، في حياتي حرفيا، وهو شاطئ كليوباترا. إيه الجمال اللي في مرسى مطروح ده! اللهم بارك، جمال ما شفتوش في اي حتة في الدنيا كلها بجد. وسفريتي المطروح المرة دي مش محسوبة، وان شاء الله هروح لها مرة تانية بتخطيط بقى زي اللي في دماغي، بشواطئ زي اللاجون بالأبيض بقى لما ما يبقاش فيه نوة وهكذا. لا لا لا، ان شاء الله بإذن الله ليها خطة تانية خالص. فتعالوا بقى بينا نروح على شاطئ كليوباترا. وحقيقي يعني هي شفا كده للروح ان انتي تقفي كده قدام البحر بس في مرسى مطروح من غير ما تنزليه حتى، وتشمي اليود بتاع البحر. حاجة تانية حاجة تانية حاجة تانية، اللهم بارك. بصوا انا هسيبكم تستمتعوا بالمنظر بجد، من اجمل الاماكن اللي شفتها في حياتي. انا سافرت كتير يا جماعة، يعني انا رحت اماكن كتير وسافرت دول كتير، فشفت بحر كتير، بس اللهم بارك زي بحر مرسى مطروح وجماله ونقائه ما شفتش. اللهم بارك اللهم بارك، في بلدنا فيه تحف تحف تحف. فهسيبكم تستمتعوا ونكمل الفيديو سوا. طبعا زي ما انتم ملاحظين الريزوليوشن بتاعت التليفون ده غير التليفون الاساسي اللي بصور بيه، مع نقاء الصوت.
الصوت في التليفون ده ضايع جدًا، وخاصةً بقى عند البحر، كان محتاج يبقى في معايا مايك أو التليفون الأيفون اللي باصوّر بيه بيعزل الصوت شوية عن التليفون ده، فمعلش هتلاقوني بقى كل شوية كده باحاول أكتم الأصوات وأسجل لكم بصوتي، يا إما هتسمعوا دوشة عالية جدًا، جدًا، جدًا. اللي أنا بقى يعني لاحظته في كده، شُفتوا أنتم اللي هي الحاجات اللي في الخلفية دي اللي هي زي الخيم والكلام ده كله، دي زي بازارات صغنطوطة كده، يعني بيبيعوا حاجات فيها ومنتجات يدوية والمشغولات والحاجات اللي هي مشهورة بيها مرسى مطروح. فالشط جميل جدا بس هو طويل، يعني انتوا محتاجين مشي يعني كتير، فلو حد مثلا من كبار السن مش هيقدر يمشي المشي ده كله. بس بقى عايزة اقول لكم كله كوم، والحتة دي كوم تاني بتاعت اللسان بتاع الحمامات بتاعت كيلوباترا مع الجمال. بصوا تدرج الألوان، يعني الموبايل ده يعني مش بيعرف يبقى فيه ثبات في الصورة، بس الألوان بتاعته زي ما انتوا شايفينها كده هي على الحقيقة. يعني حتى النمش اللي كان في وشي الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد راح يعني، بس النمش حتى كان جايبه هاي ديفينيشن يعني. فبفكروني برضه اقول لكم النمش اللي في وشي كنت بحط له برضه منتجات طبيعيه وكده، بفكروني اقول لكم كنت بستخدم ايه، يعني اللي حابب ان هو، بس ده النمش اللي بيطلع في المصيف يعني مش حاجه اللي هي الدائمه. يعني انا كده كده عندي نمش طول الوقت، بس ده مش بيروح، اللي هو يعني من وانا صغيره عندي ده مش بيروح، انما اللي ببقى اكتسبته في المصيف ده اللي راح. فبصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك يعني بصوا الخلفية خطيرة، أول مرة أشوف أصلا درجات ألوان للبحر بالمنظر ده وبالتدرج ده. وعايزة أقول لكم إن هنا لون والناحية التانية يعني الصخرة يمين لون والصخرة شمال لون تاني. خطير خطير يا جماعة، كل درجات الفيروزي باللبنيات بالبيبي بلو بالأزرقات بكله موجود موجود طبعا. عايزه اقول لكم ان الولاد ما كانوش طايقين نفسهم حرفيا، مش عشان اي حاجه غير ان هم ماشيين، بجد زعلوا جدا جدا جدا، كانوا حاطين امل ان احنا هنكمل في السفريه، بس للاسف ما حصلش. بس يعني ايه لما بص لما رحنا هناك بقيت اقول لهم ايه، خدوا صور للذكرى، هتندموا هتندموا ان شاء الله هجيبكم تاني. بس فين بقى، يعني خلاص كانوا مقفولين قفلة ما يعلم بها الا ربنا. طبعا الحمامات بتاعت كليوباترا زي ما انتم شايفين كده بسلالم بيتنزل لها لتحت، انا معرفتش انزل عشان كنت لابسه كوتش فما كانش ينفع ان انا اقلع وانزل. والمكان اللي احنا واقفين فيه اللسان ده كان هوا بشكل مش طبيعي لدرجه الناس اللي لابسين بس برنطات كده على راسهم كانت بتطير. انا النضاره طارت كانت هتقع في الميه. وفي فعلا البرنيطات طارت من كذا حد في الميه. بصوا بقى سيليا كانت بتستمتع ماكسيمم في المكان ده، الهوا عمال يطير لها بقى في شعرها وفي الدرس بتاعها. والله كنا جايبين تشكيلة درسات انا وسوسو بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل ما عرفناش نلبس منهم حاجة، هي لبست درس اهو، انا ما لبستش اي حاجة. كنت بقى ايه عايزة البسهم بقى واحنا بنخرج وبنتصور وهنخرج مش عارفة فين بالليل وهنروح الشط الفلاني ونعمل فوتو سيشن وكده. بس الحمد لله يعني الخيرة فيما اختاره الله، محدش كان عالم احنا لو كنا قعدنا كان اللي ممكن يجرى، فالحمد لله هو الخيرة فيما اختاره الله زي ما بيقول. بس لكن انا طارق سيليا كنا مستمتعين الصراحة، انما الولاد الصبيان الله يهديهم لنفسهم يعني قفلوا اليوم كله لاني زعلانين ان هم ما قعدوش. انا بقى هنا عمالة بصوا الخلفية بتاعت المية حواليا عاملة ازاي، خطيرة يا جماعة خطيرة. هقفل لكم الصوت عشان هسيبكم تسمعوا الدوشة اللي ورايا عاملة ازاي. بصي هنا سوسو، تعالي يلا صورك عند الصخر.
واحدة لأختك. تعالي امسكي يا سوسو التفاحة بتاعتك اهي. امسكي. يلا دورة ماشية يا دورة. بطاطا معسلة معسلة معسلة. حاسبي تبقعي هدومك ها؟ بطاطا معسلة معسلة. حاسبي تبهدلي هدومك يا سوسو. يلا بريسكا لسه طازة. يلا شفتوا الصوت عامل ازاي عند البحر؟ كان محتاج يا فعلا مايك بيعزل الصوت، يا اما كنتوا هتسمعوا الدوشه زي ما انتوا سمعتوها كده، فبعتذر. زي ما انتوا شفتوا بقى جبنا فريسكا وجبنا ذره وجبنا اللي هو التفاح بالعسل. يعني الاجواء هناك على اللي هو حمامات كليوباترا ده حلوه جدا، ولازم تروحوا بالمايوهات يا جماعه. كان في ناس بتنزل البحر بس مش في الحتت الغويطه يعني، في اللي على الشط يعني يعتبر كده، وبيتصوروا والحته بتاعت الحمامات دي عايزه تتنزل لها بلبس بحر، لان انتي بتعدي منها المفروض اخرها بتخرجي على البحر على طول، يعني منك للبحر، فالدنيا كان فيها ميه، فانا معرفتش انزلها. ايا كان يعني، قضينا اليوم. انا اتبسطت انا وطارق وسيليا، حاولنا نبسط الولاد بس يعني برضو كانوا قافلين. الهرمونات بتاعت الصبيان صعبة جدا جدا، الله يهديهم لنفسهم. جبنا اللي هو الشاورما اللي هي السوري دي. بس عايزه اقول لكم من مميزات الرحله ان انا كنت فاكره ان مرسى مطروح دي بعيده، وهو ده السبب الرئيسي ان احنا كنا ما بنرضاش نروحها، بنستبعدها. وطارق دايما بيكسل ان هو يسوق لحد مرسى مطروح، بس اللهم لك الحمد الطريق الجديد ده وصلنا في يعني في 4 ساعات. طبعا كان البروجرام بتاعنا ان احنا هندخل مع الجروب اللي جاي السينما، فطبعا لما ما حصلش الولاد طبعا روحوا فضلوا بقى اللي يلعبوا على البلاي ستيشن ومش عارفه ايه. فطارق قال لي ايه، يلا لو انتي لسه فايقه تعالي نروح سينما. انا بقى في السينما بطير يعني، فرحنا السينما. انا بستمتع بالاجواء، وهسيبكم دلوقتي ايه برضو تستمتعوا معايا بالاجواء. بصوا عاملين بالارقام للحديد. تفكريه. If you gain their trust, it shows them that the world is a safe place for them. World that is safe. What world is that? الفيلم كان حلو بس كان صندوق خالص. ايوه احنا بنعمل ميموريز دلوقتي. بس احنا عايزين ادفنجر بقى كده تاني. ادفنجر. ظبطوا الدنيا هنا، ألعاب جوه للأطفال. شيشة يعني؟ بس ده محور ممكن نشاور قاعدة تحفة وجو كتير. طلبنا بقى مشروبات كتير دلوقتي. خلاص مش هنتبه لسان بلد. طلبنا المشروبات اهو. ماشي. الفيديو ده قبل ما ينزل 2029. والله انت بحت له شويه. ايه؟ قبل ما الفيديو ده ما ينزل. مشكلة. هي بنت وحيده، هم كده كلهم ولاد. عيال بتلعب هناك اهو. ولابسه اصفر ليمون. كل الشركات العربية. يا كملوا الناس. يلا بتحب اللبسات يا ناس، يا جميلة الناس. بابا أمور. يا بابا عشان بابا هو اللي بيجيب لها اللبسات الحلوة دي. عشان بابا ده حبيبي. انا بحبه كتير. احط بابا يجي هنا. يا خلاصي. سيليا تيجي
يا عسل يا عسل يا عسل، لفي كده جميلة، لفي لفي لفي. أمورة أمورة أمورة. يا خلاص اقفي بقى، خلاص خلاص. يلا اعملي لاف يو. I love you. يا خلاصي سمالة سمالة جميلة، حدفي سكر يلا. أحلى سوسو في الدنيا سمرة وعسل عسل عسل يا قلب ماما، يا روحي ماما. ياتي على اللي اتسرحت يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس. وريني ياتي، وريني كمان. واو ادي فيها العسل دي، وريني التانية. بصي اهي. واو يا سوسو الله أكبر. شيكة أناقة عسل ياتي جميلة، الله أكبر عليكي يا سوسو، ربنا يحميكي يا قلبي. يلا يلا هاتي بوس. يا لهوي على الزلومة، يا لهوي يا لهوي يا لهوي قلبي يا ناس. قولي باي.